اتنين دكاترة من حبايبي قوي يعني. الحمد لله، ولادهم متابعين معايا. واستغربت كل شويه يجوا تعبانين، كل شويه يجوا تعبانين، فبسالهم يا جماعه لا يعني مفيش طفل رضيع كل شويه يعيا كده، في مشكله عندكم. فواحد منهم قال لي، واحد فيهم شغال يعني حد كويس جدا في الباطنه، تخصص قلب في القصر العيني، بيقول لي دكتور انا عشان بروح المستشفى كده. قلت له طب هو انت ما بتلبسش ماسك مع كل حاله؟ قال لي لا، يعني الكورونا خلصت. قلت له يعني انت تكشف الحالات التعبانه من غير ماسك؟ قلت له طب ما هو ده السبب، حضرتك السورس، حضرتك البؤره اللي بتجيب العدوى كل شويه للبيت. فنطلع من التجربه دي يا جماعه ان احنا لازم نلبس ماسك. اي حد شغال او بيتعامل في الفيلد الطبي او المجال الطبي لازم الماسك. ملوش علاقه بكورونا يا جماعه، ليه علاقه ان ده عنده برد، عنده التهاب رئوي، عنده الفيروسات كتير جدا، حتى الانفلونزا ليها انواع. طيب لما تلبس الماسك يبقى خلاص تخلص كشف على المريض و تقلع الماسك وتغسل ايديك بالكحول، خلاص الحمد لله احنا امورنا كويسه. ده هيقلل كتير قوي من نسبه العدوى عند الرضيع. طيب دكتور تاني ده جراح برضو حبيبي في مستشفى كبيره، مستشفى اطفال مصر، خلاص وهو جراح. طيب انت عم بتعمل ايه؟ قال لي برضو ما اي عيان ما بخشش عليه ما البسش على ماسك. فقلت له لا، وفكرت بالدكتور القلب، قلت له لازم تلبس ماسك. قال لي كمان يعني مراته بتتخانق معاه ان هو كل شويه يبوس البنت من بقها وتقول له ما ينفعش ما ينفعش. قلت له يعني انت بتروح مستشفى اوضه عمليات وبتتعامل مع كميه كبيره جدا من العيانين داخلين يعملوا عمليات في مستشفى تامين، يعني مستشفى الريت او العدد بتاعه عالي قوي، كمان لما بتروح بتقعد تبوسها من بقها. فانا منعته من الكلام دوت وفهمته وخوفته على الحاجات اللي احنا بنشوفها في الاطفال حتى اقتنع. خلاص كتير قوي بقول ان انا براهن على فهم الامهات وكمان براهن على فهم الناس يا جماعه. ليه بقول لكم الفيديوهات دي؟ ليه بفهمكم وليه بحكي لكم قصص؟ عشان الانسان فينا لما بيفهم بيعتبر خلاص، يقول لك لا لا انا هعمل الكلام ده خلاص. وحتى قال لي طب ما هي مراتك بتقول لك ما تبوسهاش ما تبوسهاش، انما لما قعدت وفهمته وقلت له الحاجات اللي بنشوفها وحذرته، لا خلاص قال مش هيعملها تاني. عايز اقول ايه بقى في الفيديو؟ رقم واحد يا جماعه، اي حد شغال في مستشفى سواء بيتعامل مع عيانين او في رعايه مركزه او نلبس الماسكات على طول ونغسل ايدينا. اي حد مش شغال في مستشفى بلاش البوس من البق. وثالث حاجه عايز اقولها لكم قبل ما اقفل، ان لو لقيتي في اي خروج او اي عزومه ان في حد تعبان ابعدي طفلك عنه. مش عارفه يا دكتور ابعد طفلي عنه؟ خدي نفسك وانزلي بدري احسن ما ابنك ياخد الدور وتقعدوا 4 5 ايام وكمان شغلك اللي انت بتروحيه ممكن ما تروحوش. يبقى نلبس ماسكات، بلاش البوس من الفم. واخر حاجه لو لقينا طفل عيان في اي تجمع نحاول نبعد اطفالنا عنه. ربنا يحفظ اولادنا والسلام عليكم.